من شخص حرفيا كاسح اليوتيوب بالطول وبالعرض، كان كل شهر بيكسر حاجز المليون مشترك. كان ممكن ينزل 3 او 4 فيديوهات بين كل مليون والتاني. ما بيعديش شهر غير الا لو هو على الاقل منزل اكتر من 15 فيديو. لشخص بيقطع عن اليوتيوب لشهرين وثلاثه وساعات ما بينزلش في الشهر غير فيديو واحد، وبقاله حوالي سنه حرفيا ما زادش 2 مليون مشترك. كان متوقع انه هيوصل ل 30 مليون مشترك بنهايه سنه 2022. الهدف الثاني باذن الله الواحد الاحد ان قناتنا في اليوتيوب يا جماعه توصل ل 30 مليون مشترك باذن الله. ايه اللي حصل لابو فله؟ وايه اللي خلى عدد المشتركين عنده بيتحركوا ببطء ويخليه يقطع عن اليوتيوب الفترات دي؟ لايك وسبسكرايب ويلا نخش في الفيديو. 2020 كانت هي بدايه انفجار ابو فله وظهوره على الساحه. ابو فله في الوقت ده قناته بدات تتعرف وتظهر للناس بطريقه معقوله لحد نص السنه، وبدات قناته في الزياده بطريقه ضخمه، ودخل ماراثون زياده المليون مشترك في شهر واحد. كان داخل السنه وهو 2 مليون مشترك، وطلع منها وهو 11 مليون مشترك. يعني في السنه دي زاد حوالي 9 مليون مشترك. انت متخيل الارقام؟ خلصت سنة 2020 ودخلنا سنة 2021. هل تتوقع انه هيكون زي الترند ويختفي؟ لا يا صديقي، حرفيا السنة دي كانت انفجارة اكبر من السنة اللي قبلها، واستمر في تنزيل الفيديوهات وتدمير خوارزميات اليوتيوب والزيادة الجبارة في عدد المشتركين. ومع نهاية سنة 2021 تخيل وصل لكام مليون مشترك؟ خليك فاكر انه بدأها ب 11 مليون مشترك. ابو فله ختم السنة 2021 وهو 22 مليون مشترك، يعني كسر حاجز ال 11 مليون مشترك في سنة 2021. اما بقى سنة 2022 قناة ابو فله وقعت لدرجه انه مش عارف يعدي ال 2 مليون مشترك في سنه واحده. بعد ما كان بيكسر حاجز ال 9 وال 11 مليون مشترك في السنه واحده، دلوقتي بقى في السنه واحده مش عارف يعدي ال 2 مليون مشترك. ابو فله من بدايته بيتعرض للنقد والتريقه، وناس كتير كانت بتقول عليه بيقلب بندرات وكلام من ده، بس الكلام ده ما كانش بيأثر فيه. ابو فله كان بيعمل حاجه مميزه عند زيادته كل مليون مشترك، بجانب انه بيدي هدايا ضخمه للمتابعين سواء عربيات او فلوس او ايفونات. المهم الناس بدات توجه الانتقادات لابو فله، وقالوا عليه انه ما كانش بيوزع الجوائز بتاعه المتابعين اللي كانوا بيكسبوا الجوائز دي. بس ابو فله طلع واثبت عكس الكلام ده، والموجه دي عدت وما اثرتش قوي فيه. نيجي لاكبر مشكله واجهت ابو فله واثرت فيه جدا المره دي لدرجه انه ما كانش عارف يهرب منها. ابو فله برضه كان بيعمل مشاريع خيريه وبيجمع تبرعات سواء للبلاد الافريقيه الفقيره او اللاجئين، لحد اخر مشروع عمله اللي هو بدايه سنه 2022 اجمل شتاء في العالم، وهو انه كان بيجمع 10 مليون دولار للاسر اللاجئه. المشروع خلص من هنا والناس استلمت ابو فله من هنا. ناس تشكك فيه وتقول انه بيجمع تبرعات وبياخدها لنفسه، واللي يقولوا عليه نصاب وحرامي، واللي يقولوا نص فلوس الحمله اتسرقت. وده اثر في نفسيه ابو فله جامد، وده كان سبب بيخليه يقطع عن الفيديوهات بعد الحمله. وتاني قطعه عملها كانت بسبب السيت اب اللي عمله، وده خلاه يقطع حوالي شهرين ونص، وقطع مره لمده شهر ونص ومره لمده 25 يوم. زائد ما كانش بينزل فيديوهات بنفس الكميه اللي كان بينزلها في 2020 و2021. واليوتيوب مبني على خوارزميات بتخلي القناه اللي معدل الفيديوهات بتاعتها بيقل فيها عن المعتاد بتبدا تقلل ظهور القناه لناس جديده. يعني من الاخر اللي نزل الريتش بتاع قناه ابو فله وخلاه لحد دلوقتي مش عارف يعدي حاجز ال 2 مليون مشترك في سنه واحده، هو انه كان بيقطع كتير، والقطعه الكتيره كانت بتخلي الخوارزميات تقلل عدد ظهور القناه بتاعته للناس جديده، وبكده يكون وصوله لناس جديده ومشتركين جداد امر صعب جدا. وبس، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، كومنت يشجعني اكمل. بيس.